أنا غزل محمد. عمري 40 سنة. جيت هلا حاليا مقيمة بكامب كويلان، بإقليم كردستان. أنا من قامشلو. فجيت هون ب 2019. وقتها قررت إنه أشتغل بحوشي، فسألت عن المنظمة. كانت منظمة ليمون تري تراست. فسجلت. فأخذت بذور منهم ودعموني شوي، وربحت أنا بالمرتبة السابعة. فكافئوني المنظمة ليمون تري تراست. حديقتي فيها شجر زيتون، شجر كينا، شجر توت، أشجار زينة، ورود، كمان شجرة عسلية. وكمان سوينا طاولات من خشب بالحديقة. وكمان سوينا احنا شغل ايدنا يعني. عملنا نافورة بنص الحوش، وجاراتي كمان يشتغلوا. آه، فكل جار يقول للجار، ونتبادل الشتلات. يصير مثل روح المنافسة، ويعني يصيروا انه يتشجعوا، ويصير تشجيع بهالفكره هاي، انه واحد يخضر المكان اللي هو فيه. مثلا مساحه ايش قد ما كان حجمها، مساحتها، الارض تتحول لخضار، انه احسن من انه تكون هيك مثل الصحراء. وكمان يعطي برودة أثناء الصيف. يعني عم نشوف فرق درجات الحرارة برا الحديقة، غير مثل إنه جوا الحديقة. يعطي برودة للبيت. شاركت بمسابقة الطبخ والحلويات في المنظمة ليمون تري تراست. بس ما فزت، ما طلعت إنه بمرتبة يعني بالمسابقة. بس أنا كتير انبسطت إنه تعرفت على أنواع الطبخ الشعبية، والمناطق اللي أنا المشاركات اللي اشتركوا. أتمنى إنه يزرعها لو شتلات صغيرة، يحول هالأرض القاحلة لخضراء، يعني خضراء، آه، يستفاد منها من ثمارها. آه، يعني إنه معنوي ومادي. أحسن. يعني إحنا كلنا كلاجئين عشنا نفس الظروف، نفس الضغط. يعني إنه الزراعة هاي تخفف من الضغوطات اللي إحنا عشناها. انشغالك بالأرض حتى للأطفال تفيد، إنه تسحب الطاقة السلبية من الأطفال. ضروري إنه الأطفال يلعبوا بالحديقة، يحتكوا مع الطبيعة. بالنسبة إلي الحديقة هي روح الحياة. بالنسبة لي إنه بسميها روح الحياة.